السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة المولد النبوي الشريف نحب نتقدم بتهانية لكل الشعب العربي والإسلامي، نهنيهم بالمولد النبوي الشريف. باش نحكي على تونس، الاحتفالات في تونس كل يقولك بلاد وأرطالها. في مصر يحتفلوا يظهر لي بك الحلوى وكل احنا الحلوى هذيك كالعرايس الحلوى نحتفلوا بهم في راس العام، ومش كل الولايات التونسيه زاد. فما نابل يظهر لي وش اسمها وصفاقس يظهر لي هكا على ما اعتقد يحتفلوا بك عرايس الحلوى، لكن الولايات الاخرين لا. في راس العام يعملوا الكسكسي ويعملوا القديد والملوخيه، كل قيمه قدركم كل ولايه وشنو العادات والتقاليد نتاعها. في المولد النبوي مثلا الكل كلمة الجمهورية نطيبوا العسيدة العربي، بكري كنا نطيبوا العسيدة العربي بالفرينة والزبدة ولا بالزيتونة، وفما اللي يحط العسل فما اللي يحط التمر، كل إنسان وباش شفل. وبعدين ولات كثرت برشا، هي من أول الدنيا، أما توا كثرت بشكل غريبة عسيدة الزقوقو نحتفلوا بها. كان في المولد النبوي الشريف عام كامل ما يطيبوهاش إلا فئة قليلة 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 يعني في وسط العام، لكن في المولد الناس كلها نطيبوا عصيدة الزقوقو. توا ولات عصيدة البوفريوة وعصيدة اللوز وعصيدة القلوب، كل واحد الحاصل تعادت العصيدات والمذاق واحد، وماهوش مذاق كل واحد المذاق نتاعو. ديما تبقى عصيدة الزقوقو على راسهم مهما تكون العصايد اللي طيبوا. المهم كل ولاية وشنو باش تحتفل، لكن المولد معروف على شكون؟ على القيروان. من أول الدنيا الناس الكل يمشيوا للجامع عقبة بن نافع، وناس كل الاحتفالات تكون على قدم وساق في القيروان. شكون ما يمشيش للقروان، شكون ما يمشيش باش يزور سيدي الصحبي وباش يزور جامع عقبة بن نافع ويدور وينك الواحد الفسقيه ولا شنو يقولوا لها. الناس الكل في المولد تحب تمشي، فما كيران تمشي، فما عباد تمشي تبات بقبل الجمعه تبدا تحضر الحاسيل وتبدا الاحتفالات وتبدا القروان الحاسيل يعدوها في الاخبار وجوها احلى جو القيروان. ديما كي تبدا فما جرائم القتل وكل يبداو جماعه القروان يقولوا علاه كان القروان، علاه كان القروان، ديما مذكوره. وهي راهي كل شيء كان باش ندخل حديث في حديث، لكن باش تكون من محاسن الصدف. شوف كيفاش كي الانسان راهو تتسمع عليه حاجه. نقوموا نصبحوا اليوم نلقاو كارثه في القيروان بأتم معنى الكلمه. شنو هي؟ تقوم عاصفه. هو اليوم المولد النبوي الشريف تجي قبل بنهار العباد بعد ما علقوا كل لفتات، خاطر من خدكم الزوار تجي من كل كامل الولايات الجمهوريه، عباد ناصبه قواطن، عباد تسترزق، اللي يبيع الحوايج، اللي يبيع الزقوق، واللي يبيع الحلويات، اللي يبيع المقروض، حاسين انواع الفاكهه، قواطن عباد تسترزق، وعباد جايه كيما قلت لكم جايين للقروان. وكما تعرفوا قلت لكم الولاية القروان مشهوره بالاحتفالات في المولد، تبدا معبيه بشكليه غريبه، اجواء على غناء على شتيح على، ويبداو يستناو في الليل باش يمشيو للجامع عقبه بن نافع على الصلاه، وبعدين يصليوا على نبينا عشيه كامله تبدا الاذكار ولا كيفاش يقولوا فيها هذيك، ويبداو يسبحوا. كيما انا مثلا في ولايه نابل عشيه كامله اللي الراجل قد يخش فما، قلت ما هو غدوه المولد راهو هذه خاطر من العشيه تبدا الغناء والمدح نتاع سيدنا نبيل حاسيلو. مع السته نتاع العشيه قالك تقوم عاصفه لا حول ولا قوة إلا بالله. عاصفة 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 هزتك الدنيا، الخيمة مكسرة، البضاعة متاع الناس ملوحة في القاعة، العباد تتصايح، جات أمبيلونس هزت برشا عباد. ما فماش أضرار جسدية الحق يعني، ولا فما موتى ولا حاجة، لا يكونش فما برشا كي طاحوا عليهم الخيم. جات الأمبيلونس هزتهم خاطر فما شكون ريت نساء يبداو هزينهم، واحنا نساعد معنا شوكية حتى يتعدى بجنبك تقول واك واك. المهم غضوني برشا اكل عباد جماعه السلعه مساكين، انسان يجي سخاط يبدا يكون في راس مال باش يمشي ينصب باش يعمل شويه فلوس. البضاعه نتاعهم ملوحه في القاع، حكم ربي، انسان لا اعتراض على حكم الله. لكن ما نعرفش هل انه البدعه هذه هي يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما نعرفش هل انه ربي سبحانه غضب ولا هي تكون كارثه طبيعيه وكهو. علاش جات ليله المولد النبوي الشريف؟ كما مثلا انا نعرف في ولايه زغوان يقولوا هي كلها راهي حكايه زايده، راه
يقولوا داعي هو الاولياء صالحين راهم عندهم حتى دخل. توا كي ريت نقرا في لي كومونتير يقول لك سيدي صاحبي دعا عليها، دعا عليهم سيدي صاحبي، والاخر يقول لك هكا. كيف مثلا وليد زغوان يقول لك دعا عليهم سيدي علي عزوز وبالريح وقت التفاح، وقت اللي يبدا فما تفاح ولا تعلق اي لافته معروفه في زغوان، تعلق اي لافته ولا اي علم تولي ريح، مش عواصف ما تولي فما ريح، تعلق علم من عاش يكون من الهواء يخلي ولا حاجات طبيعيه تولي انسان يتوهم. انسان كيما سيدي علي عزوز ولا سيدي صاحبي اولياء صالحين جاو في يوم ما وفي فتره ما قدموا حاجات باهيه لك المواطنين، عملوا كرموهم، عملوا لهم قبر، وهما حسب اعتقاداتهم اللي هذوك هم اولياء صالحين. ان الاولياء لله فلا تدعوا مع الله احدا. ربي قلت لكم عاد جات عاصفه قال لك من 6 متاع العشيه حتى ل7 متاع العشيه، وريح ريح ريح لطف يا ربي قريب تهز القروان، ومع 7 متاع العشيه ولات امطار غزيره، ولات امطار. هو هكا هو توا راهو كي هو تقريب يوفى تولي تقلبات جويه باش يدخل فصل الخريف، باش تصير كيف الحاجات كيف هكايا. نولوا احنا تأويل من العباد برشا، كل واحد شنو يقول سيدي صاحبي غضبان عليهم، والاخر يقول لك لا. كل واحد شنو يقول. اكيد راه القراوه مش باش يحبوا حتى كلامي انا كي نقول انا، اما هي تبقى ولايه من ولايات الجمهوريه التونسيه. شكون ما يمشيش للقروان، شكون ما يتمناش انه يمشي للقروان وانه يحتفل وانه يتصير غير بركه قضاء وقدر. وصارت الفازه هذيك اللي يجلب الانتباه للحكايه انه خرج الوالي. كي خرج الوالي عاركوا المواطنين على شنو يعارك، والله ما فهمتش هو على شنو تعاركوا. هذه كارثه طبيعيه، حاجه حكم ربي، سقم ربي هبط. انت تعارك الوالي مش حتى تحثوا بالسياسه، مثلا راهو هكا عاونونا مثلا كدوله، عاونونا شوفوا احنا خسرنا اما تعارك. كيما ريت انا كل الاولاد اللي غرقوا، ولو اني نقدم تعازيل كل الامهات اللي ولادهم ماتوا في البحر، نبعث انا ولدي يا ربي. راه موش واحد باش يعظم ولا حاجه، لا تو انت عارف قادم ولدك انت وبرشا ناس تبدا تعرف اللي صغير هذاك حتى كان باش ندخل حكايه في حكايه تبع في بالي باش نعمل عليه موضوع وحده. هذا ما هو جات هذه نتاع القروان جات بعضها. تو انت تبعث ولدك لعرض البحر قال شو اسمه في اعماق البحار، وبعد تقولش به صغيري مات. رانا احنا نعرف حتى امه تتمنى، الناس كل تمناو انهم يوصلوا، ساعات يمشي مركب مكسر في حاله ويوصلوا، كل شيء بقى مقدور ربي. ساعات حاجه تبدا تكون بالكدا ومحضرين وتبدا حرقه صحيحه وكل كيبدا ربي كاتب لهم. من الحاجه المؤسفه انهم 8 من عائله واحده يموتوا. ما تصورش كان 8 من عائله واحد ما فماش مندس قال للاخر، اكيد راه فما واحد اكيد لك العائله كامله في بالهم اللي هما راهم باش يحرقوا. يعني كيما هذا كيما شو اسمه القمار، يا تربح يا تخسر، ما فماش. تعرف روحك انت مادام قدمت ودخلت للبحر باش تمشي ليله ونهار 25 ولا 30 ساعه، يعني نهار واش يعني مقدم انت باش يا اما حياه يا اما فناء، يا باش تموت يا باش تعيش، ويلزمك تتحمل مسؤوليتك في كل الحاجات. كيما انت يعني قمرت انك باش توصل وباش تخدم وباش تربح، يلزمك تقمر انك تنجم في اللحظه هذيك انك تموت. ما نتمنوش للشباب نتاعنا خساره، الشباب نتاعنا كله حب يخرج، شنو الاسباب الله اعلم، مش ندخل في تفاصيل اكثر. لكن اللي يغيظ انه بعض الاولياء لي بارون يبداو يعاركوا في الدوله، يقولوا لهم لا تجيبوا لنا اولادنا وانتم المسؤولين. مسؤول علاش؟ الدوله نتاعك انت، ولدك مشى باختيار صحيح، ما مواطن الشغل ماهوش موفرت له مواطن الشغل، اما اللي حرق بهم بالله 7 ملايين و10 فما عباد راهم ب 25 مليون. قول هذوكم والله يجيهم كونتراتو باهيه، ما كلي باش يحرقوا ب7 وب8 وب10 وتبدا راكبين 20 و30. شنو على شنو مقمر؟ وال10 ملايين هذوك كنت تنجم تعمل بهم نصبه، حوايج تمشي تعمل بهم نصبه، تنجم تدبر الفلوس. لو كان انت ناوي كي باش تمشي لايطاليا باش تلقى راهم كلشي باش تمشي تلعب تخدم نوار، اما بار هكاكا راه استحاله انك باش تمشي طول باش توصل تلقى يعطوك منصب وكرسي وكرهبه ودار ومراه بيضة وعينها زرق، وملي توصل تلقى الحياة السماء وصافية والعصافير وتزقزق. لا 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 لا، لازم الاولاد يعرفوا هذوما اللي يمشيو يحرقوا، يعرفوا انت على شنو قادم. راك انت هاني قلت لكم اللي يوصلوا غاديك شنو عملوا، انت توصل غادي يحطوك في الحبس بعدين يرجعوك. ايوا بعد
فما اللي يخسروا 5 و10 ويزيد الفلوس ويزيد يرجع. عاد نبقى انا في بلادي في امن وامان واموري واضحه، اموري مستكوزه وانا بعيده على البلاوي وامي. انت حرقت قلب الام هذيك هي اللي قلبها تحرق. الحرقه هي متسميه حرقه خاطر انت باش تحرق قلب امك. راهو عليك ننصحوا والدينا، ولو انه تو الوالدين والله ما عادش عندهم حكم. وساعات تبدا انت قاعده الام في الدار تسمع كان صغيرها ولك اللوعه وكل حسره كي الولاي هما يلوجوا عليهم في البحر ويقول خويا يمي على خويا. القلب يبكي دم وش يبكي. ولو اني دخلت حديث نتاع حلقه في المولد النبوي الشريف، انا حبيت نحكي على الكوارث الطبيعيه، على عباد اللي تخرج تبدا تعارك في الدوله، تبدا تقول لهم لا لازم تعملونا شنو مش عامل لكم. قال لهم بيجي قايد السبسي نتذكروا الله يرحمه، خرجوا يقولوا جيبوا لنا اولادنا في البحر. هذه من باب التراث عندها سنين وبقات في بمخيلتي. بيجي ياخذ الماء يقولوا جيبوا لنا صغارنا جيبوا لنا صغارنا ما يهمناش. تخيل بعثتك صغيرك بعد لي انا كحكومه باش نجيب لك صغيرك منين باش نجيبوا لك؟ عندي ما نعمل؟ جيبوا لنا صغارنا جيبوا لنا صغارنا. قالها باجي باي باش بوج الله يرحمه. قالها باهي نلبس مايو. قالها نغطس نمشي نجيب لك صغيرك. ما هو عندك واحد نتاع الدعابه ولا الفابريكا. زاد انا اللي لفت انتباهي ودخلت حديث في حديث الاهالي ولا العباد ما نعرفش اهالي ومش اهالي برشا قولكم يهزوا ينصبوا راهو ينجموهمش قراوه يهزوا يمشوا يعملوا كنصب نتاعهم يعاركوا في الوالي مسكين عامل هكا ولاش كل مسؤول ولا خايف وهما هكا ماكلين حاسين عنده مشكله شاد فك الوالي تقول عليهم هو طب يحلوا المشاكل الكل راهو زيت شو عنده باش يعمل. هذه حاجه كارثه طبيعيه، حاجه حكم ربي. ومشيت انت يلزم كيما حطيت انك باش تربح، حطيتك النصبه نتاعك باش تربح، ينجم يكون راهو غضب الله ان حاجه نتاع دينار تبيعوها ب5000 كيما الماء. توا هذا هو دبوزه بسعر الحاكم 950 فرنك تبيعها انت ب 1200. كي ربي يعمل لك سيرك نتاع ضوء يحرق لك باش تعرف راهو فما عقاب من الله. هذه زادة تنجم تكون هكا ابتلاء من الله، ان شاء الله ربي يعوض عليهم. القيروان تبقى من أجمل الولايات، ويبقى إن شاء الله هذه آخر الأحزان عندهم هما. إن شاء الله ما يتعودش العام هذه، إن شاء الله شو نقول لكم يركزوا تولي في مباني الداخل بالحق كي يبداو لبرا وعلى حاشية البحر. تنتظر هو راهو شهر أود حتى إنسان ما كان يتصور شنو اللي صار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أنه خاطرها بدعة وحدي تو أنا قولوا لي انتم شنو اللي ما نجموش حاجه في حكم ربي نقولوا شنو اللي صار. هو كان جات فما ماهيش ريح صارت حاجه اخرى بفعل لا فلان قال شو اسمه حتى يقص الماء فلان هو سبب، تقطع الدجاج فلان هو سبب. زاد هذه ما نجموش لا اعتراض على حكم الله، هذه حاجه ربي ما نجمو نقولوا حتى شيء. ان شاء الله ربي يعوض على كل بائع غادي مسكين خاطر برشا ساعات راهو اللي يترزاك هذاك الزوالي هذاك مسكين. تنجم واحد مسكين ما عندوش واحد في وسطهم هذوك الكل عنده التابع مشى هلك الدنيا هلك الناس الكل. اول مره يقوم يقول لك خلينا نعمل نصبه ونمشي للقروان ونربح شويه نربح ملاليم شويه دينارات. مسكين ترزاه في راس المال وفي الربح وفي الدنيا الكل. ان شاء الله يكملوا اليوم المولد النبوي الشريف. هي قامت عاصفه السبعة قالك صبت امطار غزيره. نتصور كل قروي راهم مشاو الجامع عقبه بن نافع راهو فات هذيك راهم بداو يحتفلوا راهو بعد كل السياح وكل عرق وكل وخروج الوالدين. كون اكد لكم اللي الناس كل راهي بدلت حوايجها وراهي تلمت نصب هذوكم وراهي الناس الكل مشاو احتفلوا بالمولد النبوي الشريف. راهم مشاو شو اسمه الجامع عقبه بن نافع راهم صلاو وراهم يعني يا دار ما دخلك شر وكأن شيئا لم يكن. ايش باش نقول. حبيت قمت هذه 6 نتاع الصباح نلقى الكارثه هذه قلت والله ما نحكي عليها ونحكي على الزهر نتاع القيروان كيفاش كل مره بالحق كل مره تصير حاجه. وبرشا انا كي نحكي على الجرائم يبدا يخرج يقول لك لا ما شو بيكون تحكوا كان على القيروان ما عرفتش شنو اللي صار نتاع الاولاد اللي زاد هذيك ما بين القيروان وما بين الواحد. ان شاء الله يا ربي بعد البلاوات على القروان ان شاء الله في الايامات الجايه نراو احتفالات نراو حاجه باهيه صارت لولايه القيروان من شبابها من ولادها من كل العائلات. كل انسان كما قلت لكم اللي صارت له الكارثه هذه ولا مسكين تضرب هو كي خرج ناطق الرسمي ولا يحكي في قناه في اذاعه وطنيه قالها ما فماش خسائر كبيره خسائر معنويه حتى الماديه قالها مش ماديه كبيره بالنسبه اللي هو
ماهوش بديع، قالها شويه لافتات، بالنسبه ليك انت شويه لافتات، لكن بالنسبه للعباد فما صارت لهم برشا اضرار، ريت برشا فاكهه وكل ملوحه، يكون كان الريح يهزك الحوايج ينجم انسان يلمهم، اما كان فاكهه تبزعت ولا زقوق وتبزع في القاعه، يكون على غلاء الزقوق وماشيين ويغليوا فيه كل يبيعها، ربي هبط علينا بالطامه الكبرى. وديما نقولوا الحمد لله والشكر لله ان الانسان لباس سليم. آه وكما قلت لكم العسيد الزقوق وهذه هي بدعه احنا في تونس حبينا، ما نعرفش هل انه الزقوق موجود في كل البلدان العربيه ولا كان احنا في تونس. وكان احنا نجموا نتقنوا كيما الملوخيه استحاله، موجوده في مصر ومشهوره مصر بالملوخيه بالارانب، لكن تختلف. جاب قالوا للي شنو جاب الربع سليانه ولا جاب اللي رجله فيها صباط، وجاب اللي رجله حفيانه، جاب الملوخيه توانسه باللحم البقري ولا باللحم العلوش وتاكلها وبنه، ولا جاب الملوخيه بالارانب تشربها بالماء. زاده ما نعرفش الزقوق، وديما تونس ديما نبدعوا في الاشياء بالحق، عنا عصايد ما شاء الله، العباد تحتفل بالعرايس الحلوه، احنا نحتفلوا بالعصيده. ان شاء الله مولد مبروك مسعود يا ربي على كل الامه الاسلاميه، نعاد علينا بالخير واليمن والبركه. فما برشا يقول لك لا ما تحتفلش به خاطر يوم المولد نتاعو هو يوم وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احنا والله هكاك حاجات رمزيه، راهو ماناش باش نعملوا ماناش نعملوا في الحرام، نحبوا نحتفلوا، فما بين مؤيد ورافض، فما اللي يقول لك ايه نجموا نحتفلوا، انت تسمع يقول لك ايه تنجم، طيب انا نحب نحتفل بالرسول وحدي، فما يقول لك لا نطيب قبل بنهار، هذوك المتشددين الكل يقول لك اي ما طيبهاش، طيبها يا قبل بنهار يا بعد بنهار، انت طيبت علاش قبل بنهار وبعد بنهار؟ انت في الاخر طيبتها العسيده، علاش اخترت عام كامل جايبش طيبها قبل بنهار ولا بعد نهار؟ ما طيبهاش جمله واحده نورمالمون، طيبها في سير الايام ولا في راس العام بالعربي، طيبها في جون في فيفري مارس، علاش تجي في المولد النبوي الشريف وطيب العسيده قبل بنهار وبعد بنهار؟ انا بالنسبه لي انا عادي، كان عندي والظروف الماديه تسمح نطيبها، ما يهمنيش، نحب نحتفل انا بالرسول، نحتفل بيه كيما نحب انا. و فما اللي يطيبوك العسيده العربي محلاه، هذيك الاصول نتاعنا، تبدا في وسطها اللي يحب عسل، اللي يحب بسيسه، فما اللي يعملوها بسيسه، فما اللي يزينوها بالتمر، انواع واشكال، وكل كيما قلت لكم بلاد ورطالها كل ميمه والصويبعات نتاعها فاش تتفنن، كيما تو العصايد نتاعها تعطي الزقوق تاع ولات البوفريوه، وهي وفما ولات عصيده الفستق وعصيده البوفريوه وعصيده القلوب، هذه نستحضرها انا، انواع واشكال، وعصيده خروب وشنو تبقى امهم، بالرغم الاخرين صحيح عسيده البوفريوه بنينه كل، لكن تبقى عسيده الزقوق تعلو ولا يعلى عليها. حسيلو حبيت نحكي على الموضوع نتاع القيروان، قلت لكم والله فقت الصباح لقيت عباد الصباح ريت القيروان، قلت فما يا رسول الله يا رسول الله، ان شاء الله ربي يبقي على كل ولايتنا التونسيه الخير يا ربي، ان شاء الله ما نسمعوا كان الاخبار الزينه، ان شاء الله ما نسمعوش الاخبار اللي تبكينا. حسيلوا ازمه وتزول على القيروان ان شاء الله ربي. هاني قلت لكم راهو الريح تعدات كيما يحسبوها كاينها، مش يحسبوه يوم شتوي وصارت فيه ريح، كيما قلت لكم كان الكل شادين الوادي، بالله ما عادش تشدوا المسؤولين، راه ما عنده حدا ذنب، خاصه كوارث طبيعيه، تو الريح صارت انت تشد الوالي تعارك فيه، ولا انت تبعث ولدك يغرق في البحر، وبعد تشد رئاسه الحكومه تبدا تعاركوا اللي يجيبوا لنا اولادنا. اي ميسالش اجتهدوا انك تعاونونا باش نخرجوا اولادنا، اما يوليش حق مكتسب ولا تعارك انت السبب، ما فماش اسباب صحيح. يمكن حسيلو جيت لهم تعظم ان شاء الله ربي يرحمهم هذوكم الوليدات اللي ماتوا، حبيت نحكي عليهم والله قلبي يدمي خاصه قلت لكم كيما ريتك الوليد اللي هما يلوجوا وراه خوه يقول يمي على خويا، ولا يمي حاجه تشوي كل ام مسكينه تشويت على صغيره، خاصه قالك 8 من عائله واحده، ما فهمتش عائله كبيره ولا من عائله واحده. حاسيلو ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله. اخر الكوارث واخر الاحزان في القيروان ان شاء الله ديما يحتفلوا كل عام بالمولد النبوي، ويا ما جتهم اعوام وشاخوا فيها وفرحوا، ان شاء الله الاعوام القادمه تكون خير. احبابي واصحابي كما العاده والله التقت علينا عاده، ما تنساوش باش تحطوا لي الصبايع وتكتبوا لي كومنتير، وما بقى لي كان نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، الى اللقاء، باي باي.